في حلقة اليوم عندنا أخبار وكواليس انتقالات لاعبي المنتخب، نشوفوا تفاصيل انتقال نصر مزراوي لمانشستر يونايتد والمشكل اللي كاين مع الجمهور. غنهضروا على مسرحية يحيى عطية الله والأهلي، شنو اللي دا يوسف الفينرباخشة، واش هذاك هو الاختيار الصحيح، وكيفاش امير ريتشاردسون وصل لفيورنتينا. واخا البدايه غادا تكون مع حديث الساعه وانتقال نصر مزراوي من بايرن ميونخ لمانشستر يونايتد. نصر مشى ب 15 مليون وخمسه متغيرات وسنا معاهم 5 سنين، شابكه خمساوات في هذا الخبر ولكن ما علينا. المهم كواليس هاد الصفقه كتاكد باللي التفاصيل كانت ديجا مقاده ومحطوطه، والانتقال دار هادي مده كانوا كيساينوه مانشستر يونايتد تبيع الظهير ديالها وان بيساكا باش تقدر تغيز مع نصير. وبالفعل هاد بيساكا مشى لويست هام وخوتنا دازوا للتطبيق واتمام هاد الصفقه ما بقاش فيه اشكال. ولكن الاشكال بصح اللي كاين هو رده فعل الجمهور الانجليزي اللي نسبيا ما تقبلوش هاد البيعه وشريه. هما ماشي ضد مجيء نصير، ولكن ضد مجيء نصير على حساب وان بيساكا. قال لك بلي هاد وان بيساكا هو اقوى ظهير في العالم من الناحيه الدفاعيه. السيد سخرا قوي بزاف في المواجهات، التفريط فيه كيتعتبر خطا وتهور غير محسوب. ونصير ما غاديش يقدر يغطي نفس الادوار الدفاعيه اللي كان كيديرها الاخر، وما غاديش يعطيك نفس التوازن ونفس الصلابه الدفاعيه. الوضعيه ببساطه هي هذه، وراي جمهور اليونايتد في صفقه مزراوي هو هذا. الامور كتبان مشحونه شويه، ولكن بالتاكيد اخر واحد تقدر تخاف عليه ولا تهز ليه الهم هو نصير. الايام وراتنا باللي خونا عنده مورال الحديد وباللي عنده الشجاعه والقدره يدخل في اي تحدي. نصير دخل الاجاكس وفي ديك الوقت دازت كان مكلمها، واخا هكاك زرب عليه حفر ولعب هو. ملي مشى للبايرن كلشي قال عليه حماق، وقال لك كيفاش يمشي، وبافار تما بطل العالم وواحد من بين اهم الاظهره في ديك الوقت، وفي الاخر هو اللي لعب والاخر جلس. ومن بعد جا توخيل وجاب ليه لايمر باش يلعب في بلاصتو، دار وفي الاخر نوصير لعب صحه. التجارب اللي فاتت بينات واكدت باللي مزراوي ما يتخافش عليه وباللي راه غادي يعرف يثبت راسو في مكان وقدام مكان. نمشيو دابا عند يوسف نصيري اللي كيف ما كنعرفوا انتقل بشكل رسمي لفينرباخشة. يوسف كانت عنده عروض من السعوديه، من ايطاليا، انجلترا حتى هي، ولكن بين هادو كاملين تواركا هما اللي كانوا اكثر جديه، قدروا يقنعوا اللاعب يرادوا سيفيا ويفوزوا بخدماته. والسؤال هنا هو واش اختيار يوسف مناسب، واش فينرباخشة هو افضل فريق متاح يقدر يكون فيه هاد الساعه. شوف هاد السؤال وقت بوحدو هو اللي يقدر يجاوبنا عليه. ولكن مبدئيا حتى واحد ما يقدر ينكر قوه المشروع الرياضي اللي كيحرك فينرباخشة، الامكانيات الكبيره المرصوده على هذا المشروع والطموحات اللي كتحركه. يوسف فينرباخشة غادي يلقى معاه مدرب كبير بقيمه ومكانه جوزي مورينيو، ولاعبين مزيانين بامكانيات كبيره قادرين يخدموه ويعاونوه ويخليوه يبان ويتالق. كنهضروا على سميات بحال تاديتش، سان ماكسيمان، فريد، سويونكو اللي دات في ليستر سيتي، الجول ليفاكوفيتش ديال كرواتيا، تزيكو، وعاد عوالين يزيدوا يدعموا. يعني الفريق قوي تنافسي، وهادشي كيف قلنا غادي يعاون يوسف يبان، وفي نفس الوقت غادي يبزز عليه يخدم كل نهار، يضرب تماره ويستغل الفرص اللي غادا تعطى ليه، حيت بلاصتو ما مضموناش. وخونا غادي يكون في منافسه مباشره مع تزيكو اللي فيت ليه داز في مانشستر سيتي، روما وانتر. عنده اسم ومكانه وماشي هي اجي جلسو ولعب انت. يعني الفريق قوي غادي يعاون ويبان ويبرز، وغادي يعطيه امكانيات المشاركه في المسابقات الاوروبيه. المنافسه في وسط الفرقه تعطيه الدافع والشغف باش يخدم ويطور من راسو. وتقدر تزيد عليهم حتى الدوري اللي قوي تنافسي وماشي سهل تلعب فيه، خاصه انه التواركا بداو كيعليو مستوى الدوري ديالهم، كيطوروا منه وكيستقطبوا لاعبين درجه اولى. شوفي الهجوم ديال اهم ثلاثه الفراقي كي داير: غالاتا ساراي داخله بزياش، ايكاردي وويلفريد زاها. بشيكتاش داخله برافا سيلفا وايموبيلي وسيميح. وفي نربخشة عندها دابا سان ماكسيمان، تاديتش ونصير. لهاد الاسباب كامله نقدروا نقولوا باللي اختيار نصيرين نسبيا كيبان مزيان. من جهه غادي يعطيه الاشعاع اللي هو باغيه، ومن جهه واحده اخرى غادي يضمن ليه التنافسيه اللي حنا باغينها والمنتخب محتاجها. واخا دوز معايا دابا لعند يحيى عطية الله وانتقاله للاهلي المصري. يحيى سيدي مشى اعاره عام مع احقيه الشراء، وتفاصيل العقد هي هذه: عطية الله خدا 800 ألف دولار وغادي يزيدوه إلى شراوه بشكل نهائي. الفريق ديالو السوشي الروسي خدا 350 ألف دولار مقسومة على جوج دفعات، وإلى الأهلي فعلات بون الشراء يزيدوهم 150 ألف دولار. ومن الفوق هاد السوشي الروسي عنده امتيازات مادية إلى يحيى ربح ألقاه. التفاصيل ببساطة هي هذه، ولكن في نفس الوقت بزاف كيشوفوا باللي هاد الانتقال عنده فاس واحدة أخرى، وباللي هادشي كامل كان مخطط ليه باش يحيى يدوز للاهلي بلا صداع مع الوداد اللي ما كانش غادا تلقوا الفريق منافس، بلا صداع مع جمهورها اللي كان غادي يعتبرها خيانه، وباللي هذه مسرحيه وسيناريو محبوك واخا تعيا ما تصفي نيتك فيه ما غاديش تقدر. ولجوج اسباب: واحد، عندك اخبار وتحركات يحيى عطية الله اللي ما كانتش مفهومه واللي مستحيل تلقى ليها معنى الا ربطتيها بانتقاله للاهلي. مثلا شنو اللي غادي يخلي افضل ظاهر ايسر في المغرب واحد افضل الاظهره في القاره يمشي يلعب في روسيا،
في دوري طافي حتى واحد ما متبعو مفروض عليه جميع انواع العقوبات. لا وغادي يلعب مع نادي مغمور كيصارع باش ما ينزلش. هذا بالتاكيد قرار غير مفهوم. شويه كتقطع اخبارو كنسمعوا بلي النادي ديالو ما عنده عليه حتى خبر. مره ثانيه قرار غير مفهوم. شويه كنسمعوا بلي كيفاوض نادي ايراني. مره ثالثه قرار غير مفهوم. شويه هو في الاهلي. قوه هذا الغموض كتدخل الشك. هذه من جهه واحده اخرى القصص بحال هكا ما غريباش على الاهلي وماشي اول مره كنشوفوها مع هذا النادي. لا بالعكس، اي لاعب من الزمالك بغى يجي للاهلي وما لاقيش كيفاش حيت النادي ما غاديش يسهل انتقاله للمنافس والجمهور يسقط عليه كيدير هاد الدخدوخ، كيمشي يضرب شي شهرين في نادي مغمور في اوروبا ومن تما كيجي للاهلي. وهذه طرات بزاف وشفناها مع لاعبين كثار اخرهم امام عاشور يخرج من الزمالك ومشى واحد 5 شهور للدنمارك قال لهم ما قدرش نتاقلم والغربه هلكاتني، بكى عليهم شويه ورجع عند الاهلي تسكتوا. يعني كيف قلنا تحركات يحيى والسيناريو المتعاود دخلوا الشك في هاد لافير، ولكن ناكد كيبقى شك وماشي يقين. وصراحه ما كرهتش نعرف رايكم في قناه التعليقات. واش كتبان لكم هذه مسرحيه ولا احداث عاديه وهاد نظريه المؤامره ما عندها الثمن؟ وبالعموم وفي جميع الحالات التفاصيل ما غادا تاثر في والو. يحيى دابا لاعب الاهلي غادي يكون معاهم هذا العام وغادي خصو يشوف كيدير مع شبح علي معلول اللي فين ما دور وجهه غادي يلقى حداه. حيت اسمح لي واخا انت يحيى عطيه الله ولكن ماشي هي اجي ونسي جمهور الاهلي في علي معلول، ماشي اجي وعوضو وماشي اجي ولعب على حسابه من يرجع من الاصابه. المقارنات غادي يهلكوا يحيى ما غاديش يسالي منهم، والا بغى يلعب في الاهلي خاصو فورما د الهبال ومورال د الحديد. التحدي ما ساهلش، نتمناو ليه الخير ونتمناو ينجح. واخا نمشيو دابا عند امير ريتشاردسون اللي من بعد العروض الكبيره اللي دار في الالعاب الاولمبيه، الابداع اللي خرج ودرجه التاثير اللي كانت عنده في انجاز الاسود، فرقي بحال فيورنتينا توتنهام واجاكس حطوا عليه العين وبينوا على اعجابهم به واهتمامهم بخدماته. ولكن من بين هاد الفراقي فيورنتينا هي اللي دازت لاكسيون قدرت تلقى اتفاق مع ريمز تفاصيله هي هادي. امير سنا معاهم 5 سنين ب 9 المليون زائد مليون بونيس، وريمز عندها 10% الى امير تباع في المستقبل شي فريق اخر. الاتفاق تم واللاعب المغربي نهار 2 12 غشت صباح فلورنس الايطاليه باش يدير الفحص الطبي ويكمل جميع الاجراءات. الوضعيه دابا هي هادي. ولكن خليني نقول لك باللي هي قبل الالعاب الاولمبيه هادشي ما كانش، وامير ما كانش داخل في مخططات فيورنتينا. هما كانوا كيقلبوا على ميليو تيران بمواصفات وبروفيل ريتشاردسون، ولكن اللي كان مرشح هو تيسمان الامريكي اللي لعبنا ضده في الربع واللي كيلعب مع فريق فينيزيا الايطالي. خوتنا كانوا حاطين عليه العين باغينو كيراقبوه، ولكن ظهور امير والمستويات اللي قدم عاود الضمصه عطاه الافضليه وخربق كاع الموازين. بالعموم كتبقى خطوه مزيانه وعلى الورق انتقال معقول ومفيد للامير في هذه الفتره. من جهه هو دابا في دوري قوي تنافسي عليه العين وكيلعب مع فريق بامكانيات معقوله، ومن جهه واحده اخرى ما غاداش تكون عليه ديك الضغوط الكبيره اللي ممكن تحرقه. يعني فرصه مناسبه باش يتعلم يتطور ياخذ خبرات قبل ما يدوز لمستوى اعلى. بالعموم كانت هذه هي اهم اخبار انتقالات لاعبي المنتخب المغربي، وكانت هذه هي اهم كواليس. خليو لينا رايكم في قناه التعليقات. حنا لنا حلقتنا سالات. الى عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم تشتركوا في القناه. شكرا جزيلا على المتابعه والى اللقاء.